ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اللي ما يعرفنيش اول مره يشوفني، انا لينا ايهاب ميك اب ارتست. النهارده هنعمل مع بعض اللوك ميك اب توتوريال الكيوت اللي انتوا شايفينه ده. لو مهتمين تشوفوا انا عملت اللوك ده ازاي، هو اولا بقى قبل كل ده وحشتوني جدا. انا اتاخرت عليكم، انا عارفه بقالي كتير جدا ما نزلتش فيديوز وكده. اولا الامتحانات، ثانيا العيد بقى واجواء العيد، وبقى يعني انا مبقاش فاضيه في العيد. فالحمد لله بعد مده وبعد غياب رجعت لكم تاني، ورجعنا لبعض كده تاني. وحشتوني جدا. رجعت لكم بقى باللوك اللي انتوا شايفينه ده. حاسه اني كنت عايزه اعمل حاجه انمي كيوت كده في نفسي، فحبيت ان انا اعمل لكم اللوك ده. لو مهتمين تشوفوا انا عملت اللوك ميك اب ده ازاي، ومعايا توتوريال ومعايا بقى برودكت جديده وحاجات كده جديده، خلونا نجربها سوا مع بعض. لو مهتمين تشوفوا انا عملت اللوك ده ازاي، كملوا الفيديو للاخر. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبحبكم جدا. ويلا بينا. اوكي، انا المره دي الفيديو ده هبدا معاكم باللوك ميك اب توتوريال على طول. مش هبدا بقى لسه برسم الحواجب، وانتوا كبرتوا على المرحله دي على فكره، وعامله لكم فيديو مخصوص للحواجب وازاي ترسميها. خشي شوفي الفيديو تحت لو سمحتي، وبطلي كسل بقى. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. ويلا بينا بقى نبدا اللوك ده. شايفين بقى اللينسز وحلاوتها الخضره دي؟ بجد جميله قوي. هي من دهب، اسمها لومير جرين. للي يحب يعرف، هي ملهاش رقم بس هي لومير جرين. عشان يعني ايه، انا مبهوره بيها، شكلها حلو جدا. بس انتوا شايفين بقى الليموني والاخضر والحاجات دي. عايزه اقول لكم ان اللوك ميك اب ملوش علاقه بالالوان دي نهائي خالص. لو ما بتعرفيش تلبسي لينسز، تعالي ازاي اقول لك تلبسي اللينسز. بصوا، انا بحطها على الصباع ده وبمسكها هنا كده بالطرف. تكون ايدي ناشفه مش مبلوله، يعني مش بلاها في اي حاجه اهو كده. وبشد الجفن لتحت، وفي مرايه قدامي ابص عليها. ده اوكي، نيكست ستيب بقى هجيب من باليت ماي سينما اللون الابيض. يس، ابيض. وهبتدي اثبت بيه الجفن. عايزه اقول لكم ان هو هيكون المين كولر، ف يعني متحمسين معايا ولا لا؟ بصوا، انا عايزه اطلع حاجه كيوت كده، عايزه اعمل حاجه كيوت في الاخر، وعايزاه يكون very simple جدا. ومن نفس الباليت هاخد اللون السيلفر ده. هو اسمه ايه عشان اللي معاه الباليت؟ بيورفul. فاللي يحب يبقى ايه، استخدم نفس اللوك ده ويعمل هنا كده. وهستخدم معاكم الايلاينر الجديد بتاعي من ان مات. اوكي، يعني بلاستيك بس هيديكي افكت المات بالظبط، كانك رسمه بديب لاينر مش اي لاينر اللي هو الليكويد ده. فخلونا نشوف الافكت بتاعه على العين، وبالمره نتكلم عنه شويه. شكل الايلاينر كده. بصوا يا جماعه السن بقى بتاعه، فوالا. هنبتدي بقى نرسم. بصوا، انا يعني حاسه ان اللوك هيبقى عباره عن ايلاينر.
حاسه انا عايزه اجيب مرايتي الصغنونه. يا جماعه هو احلى حاجه فيه انه فعلا بيقلب مط، مش بيبقى فيه اللمعه بتاعت الايلاينر البلاستيك ده، فدي بجد حاجه حلوه قوي. نشف. هيبوظ لي اللوك. ايلاينر سيء 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 جدا بمعنى الكلمه، يعني اللي هو انا عملت بيه عين والعين التانية ينشف ملحقش اكملها. ده اسوأ ايلاينر شفته في حياتي، سوري. اوكي هكمل بايلاينر كاتريس من اللي عندي، وهبتدي بقى استخدم، وده شكله. مرايتي. اوكي هجيب اللاش بوك بتاعي من ميلانو، وهبتدي استخدم اللاشز ده. اول حاجه هستخدم اللاش كيرف، وبعد كده هبتدي ارفع الرموش بتاعتي على فوق. وتنويه في نفس الوقت. فيديو اللاشز هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن بوكس، عامله فيديو قد كده بيتكلم عن الرموش، لو انتم مهتمين برضو تشوفوا الفيديو كان زمانكم شفتوه، فمش لازم بقى الستاب دي. وهروح اركب اللاشز وارجع لكم تاني على طول. اوكي ركبنا اللاشز ورجعنا لكم تاني، نبتدي بقى نرطب الوش. اوكي هستخدم البرايمر بتاعي من عند كيكو. غيرنا البرايمر علشان ايه الناس اللي زهقت، انا عارفه انتوا زهقتوا، بس البرايمر ده لونه بقى ايه، بيقلب على روز شويه، ف let's go عادي. تحسوني حاطه تنت. حاسه اني بشرتي زي الكوريين كده، جلوسي. وبرودكت نمبر 2، حاسه اني عايزه استخدم اللوشن كفرج اف اكس ده كهايلايتر قبل الفاونديشن. عايزه اجرب الافكت بتاعه على البشره قبل الفاونديشن، عايزين نشوف هيعمل ايه معانا. let's go. مش عايزه استخدم كميه كبيره قوي غير لما اشوف الافكت بتاعه الاول على البشره، عشان ايه يعني مش عايزه اتصدم في الاخر. هستخدم فاونديشن ديور درجة 2، وهبتدي بقى احط منها على البشرة بتاعتي. هي كمية متوسطة يعني، ولا هي قليلة قوي ولا هي كتير قوي. عايزه اقول لكم فاونديشن ديور اول مره يندمج معايا بسلاسه قوي كده، لان هو تقيل. بصوا حسيته ليكويد قوي هنا، فيعني كان ليه تاثير الهايلايتر كفرج اف اكس ده، بجد كان يعني ليه تاثير شويه عليه، مديله جلوي كده اكتر، وهو مات اساسا. من الفاونديشنات التقيله المط. انا كنت قصدي ان انا اجرب فاونديشن ديور، اشوف هل يعني بقى عايزه اعرف ايه الاختلاف اللي هيحصل. اوكي هستخدم كونسيلر ان كفرج، وبعد كده نشوف الموضوع بقى. صراحه حاسه اني عايزه اعمل ايه، زي ما قلت لكم شكلي كيوت كده طالع من فيلم كرتون، يعني بصوا ما تنصدموش بقى من اللي انا هعمله كمان شويه.
انا عايزه اعمل بيجمنتيشن اكتر تحت العين كده، ابيض زي ما انتم شايفين، منوره جدا تحت العين. هستخدم البلاش كريم ده من ساتونا، وهبتدي استخدمه ككونتورينج وك بلاش زي ما انتم شايفين كده. اوكي، بس انا عايزه ادي اللون الاورنج الخفيف كده، whatever يعني، بس اهو اعتقد انتوا شايفين. عايزه اجيب اللون بقى من باليت باودر وابتدي استخدم منها اللون ده ميكس مع ده بني اورنج كده اهو. اوبس، حاسه ان حد مديني بنيه، حصل خير، بس انا كنت عايزه اثبته يعني، يا ريتني ما ثبته. حابه اني استخدم اللوز باودر بتاعتي من بناي المره دي، وهبتدي كده اهو بالشكل ده كده. وهجيب قلم بني من بريتي وومن وابتدي اعمل نمش كده خفيف. بنفس القلم هحدد بيه بقي بقى. عايزين نعمل ليب كومبو مع بعض، تعالوا نشوف ازاي نعمل ليب كومبو مع بعض. وهجيب الليب جلوف بتاعي ده شارياه جديد من ميس بيوري، وهبتدي احطه في الفراغات. وجبت باليت الهايلايتر الجديده دي من ذا بالم، وهنبتدي بقى نستخدم الدرجات بتاعتها. هي باليت فيها 4 شيدز، هنبتدي نستخدم الدرجه المناسبه لللوك بتاعنا. احط هنا كده الهايلايتر بتاعها كويس قوي. وبس كده حلوين، مش هطول عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبحبكم جدا، وباي باي.